في نقطة برضو جديدة عايزين نعرفها عن الراحل الكبير محسن شوقي، وهي الزمالة. معانا شخص زميله في السكن وفي العمل فترة طويلة جدا، يقدر يحكي لنا عن التزامه بالعمل وانضباطه وايه سلوكياته معاه والصداقة اللي كانت بتربط بينهم. الراعي الكبير الحاج بدوي حكام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف رحمة على الأستاذ محسن قبل كل شيء، وبنرحب بأساتذتنا ونرحب بالأساتذة الكبار الشعراء والأدباء رواد صالون أراجا، وإخواتنا الأستاذ محمد شوقي والعم الشيخ علي وأولادهم جميعا. طبعا من أول ما جينا كله في الثقافة والأدب ونسيتوا برضو حتى في الكتابات اللي كتبتوها ما قلتوش إن الراجل ده شغال في الأرصاد، مع إن الأرصاد دي يعني كويسة ونعمة من عند ربنا يعني. الأرصاد بتتحسش دي كده. فقبل حتى الأستاذ محسن ما يشتغل في الأرصاد إحنا زمايل ومن سن بعض، وسكننا مع بعض سنتين اتنين في العباسية مع المرحوم أحمد لبيب ومع محمد الشبراوي خريبة، الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا. حتى زهقنا الأستاذ محمد الشبراوي من النوادر، يعني كسر التانك المية للست اللي هي صاحبة البيت، كرشتنا. ربنا رزقنا أحمد لبيب كان قارئ عدادات في شركة المية أيامها، شاف لنا سكن في أول ترعة الجبل، أوضة هناك. أول ما رحنا احنا الثلاثة لقينا من حسن حظنا الله يرحمه الأستاذ سماعين محمود والأستاذ محمد أحمد الله يرحمهم جميعا، كانوا ساكنين في أوضة مع بعض، ولقينا الأستاذ كمال قطوطة والأستاذ عوض والأستاذ فتحي طه في أوضة. يعني من حظنا إن احنا كلنا عيلة واحدة. فمحسن قال يعني طيب أنا أقعد معاك وأسيب ولاد خالي. طب ماشي يا عم أنت جاي معانا يعني. فالمهم يعني قعد معانا حوالي 4 شهور يعني. الله يرحمه كان من أكفأ الإخوة الرصدين الجويين معانا في مطار القاهرة الفترة اللي اشتغل فيها. هو صحيح يعني اشتغل بعد مننا بفترة لأنه كان بيذاكر، وكانت الحاجة الله يرحمها موجودة عايشة أيامها يعني، فما اتحينا عليه برضو يخش يقدم معانا، ما دخلش، فاحنا سبقنا احنا وإيه دخل بعد مننا بحوالي 8 سنين أو 9 سنين يعني. الله يرحمه دخل الأرصاد الجوية إذا كنت تسمع عنها يعني. فقعد معانا في مطار القاهرة حوالي 10 سنين، ولقى اللي اتعين من العمار بقى يجي 4 ضباشيين معانا في المطار، وبقى 3 زوايدة، محمد عرفة زايد وأشرف فؤاد يعتبر ابن عمته، مظبوط كده؟ فقال لا أنا هروح على الهيئة في شغل بقى إيه أخف شوية يعني، لأنه كان الفترة اللي شغال فيها في المطار بيتاجر في المشمش، فكنا بنديله يومين في الأسبوع 18 ساعة و18 ساعة، والباقي متفرغ هنا يعني في الايه في شغله يعني. الله يرحمه. كل الفترة اللي قعدها معانا يعني الوحيد يا عيني اللي ما استفادش كتير من الأرصاد لظروف برضو الثقافة، بسبب الجمعية الثقافية والثقافة. فكان أيامها بقى الأستاذ حسني مبارك الله يرحمه، فكان اي حد بيشتغل في الشغلانه دي كان بيمنعوه امنيا من دخول المطارات او حاجات زي كده يعني. فانا كنت مسكت لجنه التنقلات نناديله. نعم لا هو يعني ما دي ما بتبانش عندنا في الامن الحربي، ما بيجيب لناش السبب يعني. هو بيقول ممنوع امنيا ليه؟ الراجل ده بيشتغل في الثقافه اللي انا اشوفه يعني. ما في عشان اشترك في المظاهرات بتاع الله اعلم، ما شفتوش اشترك في اي مظاهره بصراحه يعني، بس انا اللي اعرفه ان راجل شغله في الثقافه والشعر والادب ايام الجمعيه يعني. فنديله طيب في اماكن برضو مميزه عندنا ممكن تاخد مرتب قد مرتبك، بعيد برضو عن الايه التصاريح الامنيه والحاجات اللي زي كده.
قال لا انا خلاص كده مش عارف كان بيشتكي من ظهره او ايه، قال لي يعني انا بروح مرتين المستشفى مصر الطيران، فشوف بقى عرفه اشوف اي حد يعني ايه ممكن ايه نوبك صاب اي حد منهم يروح بدالي في اي حته من دي. عمري ما عملنا لجنه تنقلات الا لما نديله الاول اساله ايه رايك ابو رديس راس المناطق دي ما فيهاش تصاريح امنيه وفلوسها قد دي مرتين. قال لا بس عشان انا المستشفى يعني وراضي، ما كانش زي ما يكون كان بيحبش الفلوس يعني. الكتب اللي كان بيقرا فيها هناك اللي هي بتاع الثقافه اكتر من كتاب الارصاد، يعني احنا عندنا كتاب واحد كمرجع يعني، ما هو في المعهد الارصاد المعهد اللي قبل ما يدخل الارصاد بيدخل معهد بيدرس كل حاجه. المرجع بتاع الارصاد وخرائط الارصاد والمسائل دي عدد الكتب اللي على المكتب عنده اللي هي بتاع الثقافه والادب وتلستوي ومش عارف مين والجماعه اللي هم بينحطوا على الحيطان دول يعني. ما اعرفش هم اصلا كانوا ايه يعني. الجماعه دول بيوقعونا في السياسه يعني. الله يرحمه. عمري في حياتي ما شفته زعل حد في اي ورديه اشتغلها. في الايام اللي اشتغلها في الهيئه كل زملائه بيحبوه. اتنقل ما بين مراكز الاشعاع ومراكز الاوزون ومراكز الارصاد الزراعيه ومراكز الارصاد العلويه كل انواع الارصاد اللي اشتغل فيها داخل الهيئه كان هو بيحبوه. ووقت ما يعني الراجل كان بيقول له قدامي وقت ما تحب تروح، كان بياخد مثلا 3 ايام في الاسبوع، المفروض بالانصراف مثلا الساعه 8 بالليل، يقول له وقت ما تحب تروح قبل النهار يعني المغرب ما الدنيا تضلم عشان مواصلات. طول حياته الناس كويسه معاه وهو كويس مع الناس وبيحبوه. الله يرحمه ويبارك في اولاده ويبارك في اخواته ويخليهم جميعا ويوفقهم يا رب ان شاء الله. شكرا يا جماعه. احنا بتاع ثقافه حاج بدوي بعدين. هتبقى ثقافه مش احنا. شكرا للرائد الكبير الحاج بدوي حكام.